في ناس بتتلخبط في الفرق بين السيلز والماركتينج، البيع والتسويق، فالناس بتدخل معاها الدنيا ببعضها. خلينا النهارده نبسط الموضوع خالص كده ونفهم الفرق بين الاثنين. انا عايز احكي لك القصه من الاول. قبل ما يبقى في حاجه اسمها سيلز وماركتنج كان الموضوع بيعتمد على الانتاج، البرودكشن، بمعنى ان الشركه بتنتج فالبضاعه بتاعتها بتتباع، خلص الموضوع تمام. بعد كده بدات تعتمد على حاجه اسمها خصائص المنتج، الفيتشرز. كل ما نعمل خواص حلوه في المنتج هو هيبيع نفسه، تمام جدا، وهينافس، مفيش مشكله. الى ان بقى الانتاج بتاع الشركات اكبر من احتياج السوق، فظهر مصطلح اسمه بيع. يعني ايه بيع بقى؟ يعني تاخد المنتج تروح تقنع بيه الكاستمر، تكلم الكاستمر عشان يجي يشتري منك، ده اسمه بيع. الى ان ظهر بعد كده حاجه اسمها تسويق او ماركتنج. يعني ايه بقى؟ يعني هو انا ليه ما ادرسش الاول احتياجات الناس وافهم عايزين ايه والمنافسين عاملين ايه، وبالتالي اقدر اعمل لهم المنتج المناسب بالسعر اللي يناسبهم، واختار شريحه معينه من الناس اشتغل عليها. فعلشان تفهم ببساطه تعال اديك مثال. مثلا يعني انا ده مثلا مج، انا عايز اسوق المج ده. ايه الفرق بين ان انا اسوقه وان انا ابيعه؟ عشان ابيع مج زي ده لازم افكر كده شويه، هو الماركت بتاعه فين؟ ومين الناس اللي ممكن تشتريه؟ وايه النيد للناس اللي بتحتاج مج زي ده؟ فاحلل السوق بتاعتي كويس، والشركات اللي عامله مج عاملاه ازاي وبيبيعوا كام. كل ده تسويق. وبعدين اقول تعالى طيب هعمل حاجه اسمها اس تي بي. مين الشرايح من الناس اللي ممكن تشتري المج ده؟ وهل هي بي تو بي ولا بي تو سي؟ ممكن اعمل بقى شرايح من الناس دي، اقسم الماركت اللي ممكن يشتريه ده لمجموعه من الشرايح. الناس اللي هتشتريه دي ممكن يكون طالب قاعد يذاكر، ممكن يكون ست عايزاه في بيتها تحطه في النيش، ممكن يكون واحد بيشتغل في البيزنس. كل ده اسمه سيجمنتيشن. يعني ايه؟ تقسيم السوق الكبير لشرايح، لسيجمنتس. بعديها اختار الشريحه بقى اللي انا عايز اشتغل عليها، شريحه او اكتر. ممكن اقول اشتغل مع دي ومع دي ومع دي ومع دي. خلي بالك اللي ينطبق على المج ده ينطبق على اي حاجه في الدنيا. طب اخترت انا شريحه الطلبه في البي تو سي، واخترت شريحه الناس اللي في البيزنس. طيب انت كده عملت حاجه اسمها تارجتنج، يعني اخترت التارجت بتاعك اللي هتشتغل عليه. تبدا تعمل حاجه اسمها ايه؟ بوزيشننج. يعني ايه بوزيشننج؟ يعني انا هسيب في دماغهم ايه؟ هقول على نفسي ارخص مج ولا احسن مج ولا اكتر مج فيه كذا ولا الماتيريال بتاعته جايه من كذا. لازم اميز نفسي عن الناس التانيه واسيب في دماغهم حاجه مميزه تربط المنتج بتاعي بدماغهم على طول اول ما يجي اسمه. ده اسمه ايه؟ اسمه بوزيشن. بيجي بعد كده الماركتير بيشتغل على حاجه اسمها الماركتنج ميكس، المزيج التسويقي، اللي هي الفور بيز. تمام؟ طبعا في 7 بيز خلينا نتكلم عليها بعدين. دلوقتي هنتكلم على الفور بيز الخاصه بالبرودكت. بيعمل حاجه اسمها برودكت، برايس، بليس، بروموشن. برودكت يبدا يشوف البرودكت وايه المزايا اللي فيه والسيلينج بوينت اللي اشتغل عليها، ويبدا يحلله اجينست المنافسين. بعد كده بيعمل ويشوف طبعا اللايف سايكل اللي فيها البرودكت وفي انهي مرحله والكلام ده كله عشان يحدد الاوبجيكتيف التسويقي بتاعه من كل مرحله. بعد كده بيعمل حاجه اسمها برايس، يعني يسعر المنتج، الشريحه اللي هو اختارها دي ومزايا المنتج ده والكوست اللي مكلفاه السعر ده هتخليه ياخد، واسعار الكومبيتيتور طبعا حاجه اسمها الفور سيز، هتخليه ياخد شريحه سعر كام علشان ينزل ينافس بيه في السوق. يبقى هيفرق معاه ساعتها كواليتي المنتج، هيفرق معاه المنافسين شغالين بكام، هيفرق معاه الكوست كام، هيفرق معاه الشركه عايزه ايه من ورا المنتج ده. فتخليه يقول والله انا هبيع المج ده ليتس سي مثلا ب 20 جنيه. جميل؟ فكده الراجل عمل له برايسنج. طبعا في انواع كتيره جدا للبرايسنج، انا بحاول ابسط لكم الموضوع بابسط صوره يعني. طيب تيجي بعد كده يعمل حاجه اسمها بليس. الناس لما تحب تشتري المج تجيبه منين؟ هيروح يشتريه من محل بقاله ولا من سوبر ماركت ولا من ناقص تقف بيه في كشاك في الشارع، ولا يكون عندي مكان ثابت تيجي الناس تاخده مني، ولا هبيعه اونلاين؟ انا هبيع فين عشان الناس تاخده تشتريه؟ ده اسمه بليس. دي البي الثالثه. يبقى قلنا برودكت، برايس، برودكت، برايس، بليس. تيجي على الرابعه بقى ودي المهمه قوي، اسمها بروموشن. يعني ايه بروموشن؟ يعني انا هخاطب الناس اللي هتشتري المج دي ازاي؟ هكلمهم باعلان في التلفزيون اسمه ادفرتايزمنت، ولا هكلمهم عن طريق ان انا ابعت لهم ناس اسمها بيرسونال سيلينج، ولا هكلمهم عن طريق دايركت مسج او دايركت ماركتنج، ولا هكلمهم عن طريق بي ار وايفنتات اعملها؟ انت هتخاطب الشريحه بتاعتك ازاي وبانهي كوميونيكيشن واي؟ اللي انا قلته ده كله ماركتنج الى ان نوصل لمرحله البروموشن. بيجي بقى في البروموشن انواع كتير من طرق البروموشن، منها نوع اسمه بيرسونال سيلينج.
البيرسونال سيلينج ده هو ده البيع اللي بتروح حضرتك بيه تتكلم بيه المنتج. يبقى مين اللي درس السوق؟ مين اللي فهمه؟ مين اللي حدد السعر؟ مين اللي حدد المكان؟ مين اللي حدد السيلينج بوينت بتاعت البرودكت؟ كل ده ماركتنج. مين اللي خد البرودكت فينيشد جاهز وراح يكلم بيه الكاستمر ويقنعه بيه؟ مين اللي عمل بروسبكشن علشان يدور على العميل اللي يتناسب مع المج ده بتاع السيلز. لكن مين اللي رسم لي من فوق الشريحه اللي اشتغل عليها؟ بتاع الماركتنج. يبقى فرق بين السيلز والماركتنج في كلمتين. اللي هيشتغل قبل البرودكت ويطلع النيد بتاعت الناس ويطلع لي منتج محترم اعرف اقنع بيه الناس من كل اللي انا قلت عليه، ده اسمه ماركتنج. اللي هياخد المنتج جاهز يدور في الماركت على الناس اللي شبه السيجمنت اللي حطها الماركتير ويقول لهم خدوا ده احسن برودكت يتناسب معاكم ويساعدهم في الديسيجن ميكنج انهم يشتروه، ده اسمه سيلز. يبقى احنا كده ما نتوهش في المصطلحات، علشان في ناس كتير بتدخل عندها قصه في بعضها ما بيفهمش الفرق بين البيع والتسويق. فانا حاولت ابسط لكم الموضوع. طبعا الموضوع اكبر من كده بكتير جدا جدا وتفاصيله كتير، بس انا بسطته لكم عشان بس تطلع بحاجه واحده بس. لما حد يسالك ايه الفرق بين البيع والتسويق في الانترفيو يبقى انت فاهم. لما تكون شغال في السيلز تبقى تعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك وايه اللي المفروض الماركتنج يعمله وايه اللي المفروض انت تعمله. وموفقين دايما باذن الله.